كثيرا في هذا المؤتمر عن الأقليات، وهنا وكمتابعين طبعا أنا يعني ونسمي الأسماء بمسمياتها. لو تابعنا الخريطة السورية سنجد أن من الأقليات فقط هنالك الأقلية الإسماعيلية هي من شاركت بهذه الثورة. فلماذا دائما السعي لتطمين الأقليات 50 قاضي مستعدون للعمل؟ فقط نحن نحتاج الآن إلى تمويل هذا الجانب، بأنه يحتاج إلى رواتب كما تعلمون، رواتب للعسكريين، رواتب للشرطة، رواتب للقضاة، وما يتبع ذلك من أشخاص. على كل الأحوال نحن ماضون في هذا الاتجاه. نرجو من الجميع وبخاصة أعود لأؤكد من الإخوة المتمولين السوريين عليهم أن يمولوا كل هذه المشاريع، ولا ننتظر نحن التمويل الخارجي سواء من الدول العربية أو من دول أجنبية. والتمويل وعدنا به كثيرا ولم يأتي حتى الآن إلا النذر القليل، وإن شاء الله سنتقدم إلى الأمام. وشكرا. بس عفوا إذا أنت ما جاوبت على سؤالي. جاوبت على السؤال. عفوا أساتذة، أنتم رايحين نحو حرب أهلية ليست سلم أهلي. هذا السؤال التحريضي الذي لم يتم الجواب عليه لحظة حرب أهلية. لحظة من فضلك، أنا سأجيب على السؤال. لو سمحت. حرب أهلية لم تحترموا كلامنا، استريحوا تقرأوا بياننا، لم تعطونا صوتا، والآن يأتي ليحرض على الأقليات. لحظة الذين وقفنا مع الثورة قبلهم يا أخي. لحظة من فضلك. وبالتالي أنتم أنا سأجيب على السؤال من فضلك. الزم الهدوء. سأجيب على السؤال، أعطي فرصة. واحد عم يسأل بيقول له نحن عم نشكل مجلس عسكري وعم نساعد وعم نجيب الحرب. واحد عم يقول لك انتوا ليش يا سيدتي عفوا انتظروا حتى تأخذوا الجواب. الأستاذ هيثم قرأ الكلمة، البيان الذي أصدرناه. الأستاذ عبد الكريم يعلم بهذا البيان، تم تجاهله نهائيا. أنا أرجو منكم. طيب. أنتم سائرون نحو حرب أهلية. هذا غير صحيح. سوريا. هذا غير صحيح. أنتم البيان اللي عملناه لحظة يا أخت عزة. موقفنا من اللي عم يصير هلا بهذا المجلس. طيب انتظري لو سمحت. هذا الحكيم وصل. لحظة وما بيصير. يا اللي عم تعملوه بيقود سوريا للدمار. هذا مو صحيح. نحن لا نقرأ. استنى يومين ساكتين. يا أخت عزة. هذول علمانيين ما لنا البيان تبعهم، ونحن ناس بيهمنا مصلحة سوريا، بيقول نحن ناس وطنيين، بيهمنا دولة المواطنة وبيهمنا سوريا، نحن ما بيهمنا مجموعة أشخاص عم تقاتل. طيب خلصتي؟ لحظة من فضلك. لحظة قبل أن تقرأ البيان هناك سؤال يجب أن نجاوب عليه. من فضلك انتظري نجيب على السؤال من ثم نعطيك الفرصة. من فضلك لعدم التدخل. من فضلك عدم التدخل. هيثم المالح هو رئيس اللجنة القانونية بالائتلاف. من فضلك سنجيب على السؤال. من فضلك اهدأوا قليلا. دعونا نكمل. الأستاذ سيجيب على السؤال. نعم. والأخت ستقرأ البيان. وأنا سأقرأ بيان الوحدة الوطنية والتجريم الطائفية لو سمحت. طيب كل واحد يحتل موقع. لا لحظة يا أخوان. لا يا أخت عزة. يا أخت عزة بدون عصبية لو سمحتي، بدون عصبية. نعطيك الفرصة بس رجاء اهدأوا. لو سمحتوا احترموا. يا عزة. يا أخوان من فضلكم يا أخوان. طيب دكتور يا عزة، أرجو التزام الهدوء حتى نستطيع إكمال من فضلك.